بسم الله بقى. بسم الله. قلت كده النهارده ما اعملش حاجه تقيله، وده ليه؟ قلنا النهارده خميس والليل معانا طويل، نعمل اكل على السريع ومنها تغيير. قلت قبل ما ابدا اشرب شويه عصير وشربتها برتقال بيور وهو للجسم مفيد، وبالمره حضرت معانا كل المقادير. هنعمل برجر وجبنه محمره ومعانا لانشون وشيدر طويل وبيضه كده هنحتاجها وهتعرفوا ليه. حتتين جبنه شيدر هنعمل بيهم احلى ميكس. هنحضر اطباقنا الصغيره وعددهم 3 على قد ما احنا محتاجين. معلش ان كنت هغلبك في المواعين، بس اهو لكل اكله مقادير. حقك عليا يا سيدي، والله يعني حقك عليا. واحده للبقسماط وواحده للدقيق وواحده للبيض. نفعش بيضنا ودحرجه شمال في يمين وهي مش زفره، فمش هنحتاج لفلفل اسود. انت برضو شمها وانت بتعملها، وان كانت محتاجه اديها بس حبه صغيرين. نرفع جبنتنا ونجهزها لخلطه التحمير. هناخد جبنتنا الحلوه في الدقيق تقليب وننزل بيه في البيض غطس، ونرجع بيه للدقيق ونرجع بعد كده للبيض غطس، وهوب في البقسماط ننزله في الغريق وارجع تاني للبيض غطس وعلى البقسماط تاني. حقك عليا بس هي كده، هعمل لك ايه؟ نفس الخطوه على القطعتين او ايا كانت الكميه اللي تحت ايديك. ربنا يوسع علينا وعليك اللهم امين. هنولع النار على طاسه التحمير وبرده طاسه التحمير، بس واحده للبرجر وواحده نقلي فيها الجبنه. نقطه زيت يسخن ننزل عليه بالبرجر ياخد وشه وقلب يا معلم، وزيت القلي سخن ننزل فيه بالجبنه تاخد قليتها، ونرجع للبرجر ونرصص عليه شيدرنا وغطي عليه عشان الكل يسيح، ونرفع جبنتنا بعد ما خد وش اصفر واتظبطت في التحمير. جهز الاكله بعد كده زي ما تحب انت وراحتك وكيفك، انا كده مرتاح الضمير. بس ما تنساش الحاجات اللي بتفرحنا، الفولو واللايك والشير، واكيد ده كالعاده ستوري، فتاكد انك متابعني انستجرام يا فنان. وفي الختام مفيش حاجه تتقال غير الرحمه للاموات والصلاه على رسول الله عليه افضل الصلاه وازكى السلام. وتفاعل بقى، تفاعل عشان تفاعل مريح جدا، مش عارف ليه، يعني من النادر ان انا اقول التفاعل في فويس اوفر، بس يعني انتوا اخواتي، صلي على رسول الله عليه افضل الصلاه وازكى السلام. هنقول ايه يعني؟ هندوق وهنشوف. بسم الله. هي بالنسبه لدي حلوه، مفيش عليها اي كلام، كريسبي. وعشان الحلو يكمل بقى، بسم الله. انا سامع البرنس اللي هناك اللي بيقول لي فين الكاتشب وفين البطاطس وفين الحاجات الحلوه. حبه حبه، مره دي خفيف، مره جايه تقيل، مره كده مره كده. هو ده اللي انا بقول لك عليه، النظام انك تاكل كل حاجه لكن بكميات قليله. انا مش حارم نفسي ولا حارمكم معايا. ده معناه ايه؟ ده معناه انك انت ما تنساش الفولو واللايك والشير، وتتمنى لي من قلبك الخير. برعايه الله وحفظه. ساي الزبده على عيونكم. خلينا فاكرين الدايت اراده عزيمه، والاهم انك ما تحرمش نفسك من حاجه، لكن تحرم نفسك من انك انت تشبع. مهم جدا انك تفطر بدري الصبح، ومهم جدا انك تتغدى في البدري الساعه 2 3 بالكتير، ومهم جدا ان عشاك يكون خفيف ويكون بدري بدري. تلت الاكل وتلت للشرب وتلت للنفس. ادي كل حاجه حقها. مساء الزبده او صباح الزبده.